Hello Prep 1 students. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ال living organisms وكمان اتكلمنا عن ال classification ولقينا فيه variation كبير جدا وواسع ما بينهم وما بين بعض. ال living organisms مختلفين عن بعض في حاجات كتير، لكن بالرغم من اختلافهم ده إلا إن كل ال living organisms بتشترك في إن هي عندها characteristics اللي هي بتميزها عشان تبقى أصلا living organisms. ال characteristics دي هي nutrition, respiration, transport, excretion, movement, growth, sensation, reproduction and adaptation. الحاجات اللي احنا ذكرناها كلها دلوقتي دي بتميز الكائنات الحية أو بتميز ال living organisms عن أي حاجة تانية ما تكونش living organism. هنبدأ نتكلم مع بعض في الدرس بتاع النهاردة اللي هو lesson 2. هنتناقش في 5 حاجات بس منهم، وهنتعرف معناها ايه وازاي الليفينج اورجانيزم ده سواء كان انيمال او بلانت بيقوم بالبيولوجيكال بروسيس دي. يلا نبدأ مع اول واحدة وهي النيوتريشن. Nutrition بمنتهى البساطة means how to obtain food. The same meaning of feeding، يعني ازاي الليفينج اورجانيزم بيجت او بيobtain الفود. It produces a substances that are used in building their body، يعني نتيجة للفيدنج أو النيوتريشن ده to obtain food ده provide البادي بالانرجي والneeded substances عشان يbuild up the body and also help in doing all different activities. بنقسم بقى هنا living organisms لحاجة من اتنين، يا إما يكون autotrophic organism وده نوع من أنواع الفيدنج بنسميه autotrophs، وده معناه إن الأورجانيزم can make its own food through photosynthesis process، وفي الحالة دي بنسمي الكائنات دي producers. لكن مش كل الكائنات طبعا producers. Other organisms depend directly or indirectly on producers to obtain food. مش كل living organisms عندها الability like autotrophs to make their food by themselves، فعلشان كده النوع التاني بنسميهم heterotrophic organisms أو heterotrophs، ودول بيبقوا ما عندهمش الability. طيب بيجيبوا الانرجي منين؟ They depend directly or indirectly on producers، وفي الحالة دي الكائنات دي بنسميهم consumers. تعالوا كده مع بعض نشوف النيوتريشن في البروكاريوتس، وهنلاقي في البروكاريوتس إن في منهم نوعين. في ممكن الكائن يبقى بروكاريوتس وأوتوتروفس، وممكن يبقى بروكاريوتس وهيتيروتروف. طيب هناخد الإكزامبل اللي معانا هو البكتيريا. البكتيريا في نوع منها بيبقى اسمه بلو جرين بكتيريا، والنوع ده بيبقى اوتوتروفيك بكتيريا وبيبقى عنده الابيليتي تو ميك photosynthesis process اللي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. بالنسبة لليوكاريوتس اللي هم النيوكليوس بتاعتهم شكلها مميز وعندها نيوكلير ممبرين، فبرضو هنلاقي فيهم النوعين، ممكن يبقى في منهم اوتوتروفس وممكن يبقى في منهم هيتيروتروفس. الاوتوتروفس بقى كلنا عارفينهم اللي هم الجرين بلانتس. البلانتس اللي موجودة حوالينا عندها الابيليتي to make their food by themselves through photosynthesis process، وكمان معايا جرين algae وده نوع من البلانتس اللي بيعيش في الووتر. أما الهيتيروتروفس بقى فده بيديبند on producers اللي هم الاوتوتروفس اللي هم البلانتس والالجي to obtain their food، طبعا زي كل living organisms like all animals and humans. طب لو جه سألني وقال لي give reason ليه plants are considered as a producer، هقوله because they are autotrophs that produce their own food through photosynthesis. وفي حاجة مهمة لازم نعرفها إن الفوتوسينثيسيس ده بيحصل عند البلانتس عشان هم عندهم حاجة مميزة مش موجودة ولا عند الهيومن ولا عند الانيمالز، اسمها كلوروفيل. والكلوروفيل ده موجود جوه اورجانيل اسمه كلوروبلاست. تعالوا بقى يلا بينا نتعرف على الفوتوسينثيسيس بروسيس بالتفصيل. All plants in presence of sun، لأن الsun بتprovide البلانت باللايت انرجي، ودي أول حاجة مهمة عشان يحصل الفوتوسينثيسيس. وتاني حاجة الروتس بتابزورب الانورجانيك substances used in photosynthesis as water and mineral salts، يعني بتبدأ الروتس تعمل absorb أو تشد كل الووتر والمينرالز من السويل علشان تديه للبلانت ليفز. وتالت حاجة إن الليفز بتعمل absorb للكربون دايوكسيد جاز من الأتموسفير، والكربون دايوكسيد برضو considered as an inorganic substance. الثري فاكتورز اللي احنا اتكلمنا عليهم دول
بيقدر البلانت بوجودهم هما التلاتة يحول اللايت انرجي والكربون دايوكسيد والووتر والمينرالز لأكسجين وجلوكوز شجر. وده طبعا بسبب وجود الكلوروفيل اللي هو بيبقى عنده الابيليتي تو absorb light energy from the sun. اكيد احنا as humans ما عندناش الكلوروفيل ده ولا عندنا كلوروبلاست، عشان كده احنا مش بنعمل فوتوسينثيسيس. لكن البلانت الحاجة المميزة اللي عنده زي ما قلنا من شوية ان عنده كلوروبلاست جواها كلوروفيل، والمادة دي هي اللي عندها قدرة انها تعمل ابزورب او تبدأ تحول اللايت انرجي اللي جاية من الصن في وجود الكربون دايوكسيد والووتر، وتبدأ تديني او تعمل برودكشن او تنتج حاجتين: الاكسجين جاز which is needed for respiration of all living organisms، تطلع لي الاكسجين جاز، وكمان بتبروديوس الجلوكوز شوجر، وده الفود اللي البلانت بيعتمد عليه علشان يجت الانرجي. بعد ما شرحنا الفوتوسينثيسيس نقدر دلوقتي نعمل conclusion كده ونطلع اللي حصل ده في شكل equation: water plus carbon dioxide plus light energy، طبعا أرو في وجود الكلوروفيل هيديني جلوكوز and oxygen. نقدر نقول ان الووتر والكربون دايوكسيد والمينرالز اللي البلانت عمل لهم ابزورب من السويل دول considered as inorganic substances، لكن البرودكشن اللي طلع عندي هم حاجتين: اول حاجه الجلوكوز وهو organic substance، والاكسجين وهو inorganic substance. ودي كده الايكويشن اللي بتعبر عن اللي حصل في الفوتوسينثيسيس. في بقى تكنولوجيكال ابلكيشن ليه علاقه بالفوتوسينثيسيس بروسيس اسمه artificial photosynthesis. Scientists have developed a technological method that mimics photosynthesis process، يعني قدروا يعملوا كده حاجة شبه الفوتوسينثيسيس لكن طبعا هي artificial. بيعملوا شكل كده artificial leaves، يعني شكل الورقة كده، لكن طبعا دي مش ورقة حقيقية، شبه الجرين leaves بتاعة البلانت، وبيعملوا لها سبلاي بالهيدروجين جاز، وبتعمل ابزورب للكربون دايوكسيد جاز الاميتد من كارز والفاكتوريز اللي موجودة حواليها، وبتبدأ تعمل بروديوس لفيول، نوع من الفيول بيبقى ايكو فريندلي، يعني بيبقى مش مضر للبيئة. وده طبعا بيقلل من الجلوبال وورمنج، علشان الارتفيشال فوتوسينثيسيس ده بما ان هو بيعمل ابزورب للكربون دايوكسيد فبيسحب الكربون دايوكسيد الزيادة اللي موجود في الاتموسفير، وبالتالي بيقلل الإفكت بتاع الجلوبال وورمنج. الجلوبال وورمنج اللي بيسبب ارتفاع في التمبريتشر بتاعة الأرث. نتكلم عن النوع التاني من البيولوجيكال processes that done by living organisms، وهي الريسبيريشن. برضو باختصار شديد نقدر نقول ان respiration هو represented by gas exchange، يعني مجرد ما البادي بتاع living organism obtain oxygen gas directly from the atmosphere أو from the environment releasing carbon dioxide gas، يعني بناخد أكسجين نطلع كربون دايوكسيد، ده كده simply what is the meaning of respiration. هنتكلم عن respiration في حاجتين: الحاجة الأولانية هم اليونيسيلولر organisms. طبعا اليونيسيلولرز اتكلمنا عنهم بالتفصيل برضو في الفيديو اللي فات، وعرفنا ان البادي بتاعهم consists of only one cell. بالرغم من كده فهم في احتياج للأكسجين. They obtain oxygen directly from the surrounding environment and release carbon dioxide gas simply بجاز exchange اللي احنا قلنا عليها، بيحصل سواء كانت اليونيسيلولر ده بروكاريوتس أو يوكاريوتس. لكن الريسبيريشن في المالتي سيلولر اورجانيزمز اللي البادي بتاعهم بقى بيتكون من ماني سيلز، فهنتكلم عن المالتي سيلولر بحاجتين: اول حاجه الهيومن والانيمالز الريسبيريشن بيحصل عندهم ازاي، وتاني حاجه هنتكلم عليها هي البلانتس. في الهيومن والانيمالز هنلاقي فيه اشكال مختلفه للسيستم اللي بيخلي الجسم ياخد او يحصل على او يوبتين الاكسجين. فمثلا في الماملز هنلاقي السيستم المسؤول عن انه يقوم بعمليه ريسبيريشن في الماملز فور ان اكزامبل هو الريسبيراتوري سيستم، والاورجن اللي بيعمل كده هي اللونجز. لكن في الامفيبيانز زي مثلا الادلت فروج فهنلاقي ان هي can obtain oxygen from the environment through two things، تحصل على الاكسجين من خلال اللونجز وكمان السكن. لو رحنا للفيش هنلاقي ان الفيش بتحصل على او بتوبتين الاكسجين باي جيلز، لان ريسبيراتوري اورجن اللي عندها هي الجيلز. لكن في الانسكتس هنلاقي ان عندها حاجه اسمها
tracheal tubes، يعني عندها تيوبس كده أو أنابيب، هي دي اللي من خلالها بتأوبتين الأكسجين. لكن لو رحنا للبلانت، على عكس ما ناس كتير كانوا فاكرين ان البلانتس بس بتقوم بالفوتوسينثيسيس بروسيس، فالبلانت يا جماعة هي living organism زيها زي كل الكائنات الحية اللي ربنا خلقها، محتاجة تعمل ريسبيريشن ومحتاجة أكسجين برضو زينا زيها. فالبلانتس بتعمل ريسبيريشن أو بتأوبتين الأكسجين، لكن هي ما عندهاش specialized system يقوم بالمهمة دي. جاست ان الأكسجين جاز بيعدي جوه البلانت ليفز عن طريق openings أو فتحات موجودة اسمها ستوماتا، واللي من خلالها برضو الاستوماتا دي البلانت ليفز بتجيت ريد اوف كربون دايوكسيد جاز. احنا كده بقى واضح بالنسبة لنا او قدامنا ان الفوتوسينثيسيس بروسيس considered opposite process للريسبيريشن. ولو جه سألني السؤال ده وقال لي give reason، هنقوله because during photosynthesis plant absorbs carbon dioxide gas and produce oxygen, while during respiration it obtains oxygen from the atmosphere and release carbon dioxide. فكده يبقى التو processes دول بيحصلوا عكس بعض تماما. كده احنا شرحنا اللي بيحصل في الريسبيريشن اللي هو الجاز اكستشينج. لكن لو دخلنا جوه السيل، each cell inside our bodies need food and oxygen gas. هي محتاجة الفود ومحتاجة الأكسجين علشان يبقى عندها الابيليتي إنها تعمل survive وإنها تعيش، زي برضو ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. في الحالة دي مش بنسمي اللي بيحصل عند السيل ده، مش بنقول عليه respiration، لكن احنا بنسميه cellular respiration. يعني بنميز عملية التنفس اللي حصلت دي إنها بتحصل جوه السيل، وفي الحالة دي هنعرف cellular respiration as a vital process involves breaking down organic nutrients especially glucose in presence of oxygen طبعا to release energy required to carry out or to perform all biological activities. يعني تعريف السيلولر respiration هيختلف شوية عن الريسبيريشن العادي. احنا قلنا ان respiration how to obtain oxygen and release carbon dioxide وبنسميها gas exchange، لكن في السيلولر respiration actually اللي بيحصل breaking down للأورجانيك nutrients اللي هو الفود اللي وصل للسيل، وطبعا ده لازم يحصل in presence of oxygen gas to release. في الحالة دي السيل بتبدأ تبروديوس أو تنتج required energy، الطاقة الكافية أو اللازمة علشان البادي ده يقدر يكاري اوت أو يبرفورم all vital activities. مين الأورجانيل اللي مسؤول عن حدوث السيلولر ريسبيريشن؟ هي الميتوكوندريا. وطبعا الميتوكوندريا أورجانيل موجود في اليوكاريوتيك سيلز. طب الكلام ده بيحصل امتى؟ بيحصل طول الوقت during day and night في الانيمالز وفي البلانتس. الإيكويشن بقى which represents what happens during cellular respiration can be represented as glucose plus oxygen gives water, carbon dioxide and energy. يعني الجلوكوز اللي دخل الجسم أو نيوتريشنز اللي وصلت للسيل بيبدأ في وجود الأكسجين زي ما قلنا تديني 3 حاجات اللي هي الووتر والكربون دايوكسيد والنيدد انرجي. طبعا جسمنا محتاج الانرجي فبيبدأ يستخدمها في كل الاكتيفيتيز أو كل الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها على مدار اليوم بتاعنا. والووتر والكربون دايوكسيد بيتخلص من الكربون دايوكسيد أكيد بره الجسم، بيخرج في الإكزالد اير يعني في الهواء اللي خارج في عملية الزفير. لكن الووتر بيبدأ الجسم يعمل عملية تنظيم، يشوف النيدد ووتر انسايد ذا بادي، والإكساس ووتر برضو بيبدأ يتخلص منها بره الجسم. تعالوا مع بعض كده نروح للبلانت سيل علشان نشوف ايه اللي بيحصل جوه البلانت سيل بالظبط. ركزوا معايا. احنا قلنا ان الجرين بلانتس عندهم اورجانيل او ستراكشر موجود جواهم اسمه كلوروبلاست، اللي جواه الكلوروفيل اللي عنده الابيليتي انه يعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس. تمام؟ as a result of photosynthesis process حصل produce للجلوكوز والاكسجين. الميتوكوندريا اللي موجودة في نفس البلانت سيل بتبدأ تستخدم الجلوكوز والأكسجين الاتنين دول to release energy during cellular respiration. هتعمل cellular respiration، أنا already خلاص أوتوماتيك ما عندي الجلوكوز والأكسجين، هيبدأ يحصل cellular respiration ونطلع منه أو من نتائج cellular respiration زي ما قلنا يبدأ يطلع الووتر والكربون دايوكسيد، اللي الكلوروبلاست بيبدأ يستخدم الكربون دايوكسيد تاني في عملية الفوتوسينثيسيس بروسيس. يعني نقدر نقول كده ان البلانت مكفي نفسه من الكربون دايوكسيد، في الأول بياخده من الاتموسفيريك اير علشان يعمل فوتوسينثيسيس،
وكمان بياخد كربون دايوكسيد اللي produced as a result of cellular respiration، فبيبدأ يستخدمهم هما الاتنين فعلا، مش الكربون دايوكسيد بس، يبدأ ياخد الكربون دايوكسيد والووتر again in the photosynthesis process. تعالوا نتكلم عن الحاجة الثالثة النهاردة وهي الترانسبورت. المالتيسيلولر يوكاريوتيك اورجانيزمز عندهم specialized transport system للنيوترينتس والجازز. دلوقتي احنا قلنا ان احنا محتاجين نعمل نيوتريشن نمبر 1 ومحتاجين نعمل ريسبيريشن. مين بقى السيستم اللي مسؤول جوه الجسم انه يعمل ترانسبورت، يبدأ يوصل الحاجات دي لكل سيل جوه جسمنا، وفي نفس الوقت as a result of cellular respiration هيبدأ ياخد كل الويستس دي ويرجعها للسبيشال سيلز to get rid of them. مين اللي هيوصل الاوردرز دي؟ هنتكلم مثلا عن الهيومن، هنتكلم عن السيركيلاتوري سيستم. فكروا معايا كده ايه اللي موجود جوه جسمنا عنده الابيليتي انه يبقى موجود في كل حتة جوه الجسم. طبعا البلد فعلا هو الأورجن أو هو الحاجة تبدأ تنقل وتحرك النيوترينتس والجازز through the body. طيب البلد كده مش ماشي anywhere، مش ماشي في أي حتة كده جوه جسمنا، ده ماشي جوه تيوبس محددة ليها اسمها blood vessels. وطبعا البلد علشان يتحرك محتاج حاجة تعمل له push اللي هو الهارت اللي بيبامبز the blood permanently على طول في حالة حركة مستمرة to push the blood all over the body. يبقى ال circulatory system في ال human body consists of 3 main parts which are heart, blood vessels and blood. تمام جدا. تعالوا بقى نشوف الحدوتة دي بتمشي ازاي. أولا البلد بياخد ال digested food والأكسجين ويعمل لهم carrying from the heart to all body cells. سهلة دي وجميلة. الهارت simply بيتجمع عنده أو بيبقى موجود عنده ال needed nutrients أو الفود والأكسجين، وبيبدأ الهارت ده هو المكان اللي بيتم من عنده توزيع البلد على كل حتة في الجسم. الطريق اللي مشي فيه البلد from the heart to all body cells بنسميه arteries. بنسميه ايه تاني؟ arteries. يبقى الارتريز هي البلد فيزلز أو هي دي أنواع التيوبس أو الأنابيب اللي بتشيل البلد from the heart to all body cell. عايزين نربط كده، بيطلع من الهارت يبقى اسمه art. البلد from the heart to all body cells اسمها arteries. وطبعا البلد وهو طالع رايح لكل السيلز اللي موجودة جوه جسمنا بيبقى شايل لها ايه؟ بيبقى شايل لها او واخد لها digested food واكسجين. طب تمام، ايه اللي بيحصل جوه السيل اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية؟ بيحصل cellular respiration. as a result of cellular respiration السيل دلوقتي بقى عندها حاجات عايزة توصلها لأماكن تانية، عايزة تتخلص منها، اللي هم ايه؟ الكربون دايوكسيد والووتر. يقوم البلد ياخد الويستس دي، لكن مش هيمشي في نفس الطريق اللي جه منه. استحالة البلد يتحرك في الاتجاهين عكس بعض في نفس الأنبوبة أو في نفس التيوب، فيبدأ يتحرك in another type of blood vessels اسمه المرة دي veins. اسمها ايه النوع التاني من الفيزلز دي؟ veins. فالبلد بيبدأ يكاري كربون دايوكسيد اللي هي الويست برودكتس اللي هي الكربون دايوكسيد from the cell to the heart، والطريق ده اسمه veins. طب في النص بقى اللي بيحصل ما بين الارتريز والفينز اللي ما بينهم هما الاتنين، ده اللي بيبقى موجود جوه السيل بيبقى اسمه ايه؟ اسمها blood capillaries. يبقى نقدر نقول ان البلاد فيزلز اللي موجودة جوه جسمنا بتتقسم ل3 أنواع. اللي خارجة من الهارت اسمها arteries، ودي بتبقى ريتش بالنيوترينز والأكسجين جاز. واللي خارجة من البادي سيلز راجعة تاني للهارت أو to the heart اسمها veins، ودي بتبقى ريتش بالكربون دايوكسيد والووتر، واللي ما بينهم هما الاتنين between arteries and veins اسمها blood capillary. اللي حصل ده قدامنا ده اللي احنا حكيناه اسمه circulation، وده بيبقى في شكل closed cycle، يعني زي ما يكون كده دايرة مقفولة بتقعد تتكرر جوه الجسم على طول، فدي اسمها blood circulation. ولو جه قال لي give reason blood flows in human circulatory system in a closed cycle هنقوله because heart and blood vessels are connected in a continuous cycle. أصل الهارت مع البلاد فيزلز أصلا هم connected أو متوصلين ببعض في شكل closed cycle. ده بالنسبة للترانسبورتيشن في الهيومن بودي. طب يا ترى البلانت بقى بيبقى محتاج ترانسبورت سيستم برضو؟ تعالوا نشوف. احنا قلنا ان البلانتس need to absorb
water and mineral salts from the soil. فالروتس بتبدأ تأبزورب الووتر والمينرال سولتس وتوصلها توصلها من خلال ايه؟ من خلال أنابيب برضو أو تيوبس اسمها زايلم. الزايلم تيشو بيترانسبورت الووتر والمينرال سولتس from roots to the rest of plant until reaching the leaves. يبدأ يتحرك كده جوه البلانت ستيم لحد ما يوصل للليفز. ليه؟ عشان الليفز هي دي اللي بتقوم بعملية الفوتوسينثيسيس بروسيس، وهي دي اللي محتاجين نوصل لها الووتر والمينرال سولتس. طب بعد ما بتقوم الليفز بعملية الفوتوسينثيسيس بروسيس، هي عملت بروديوس لإيه؟ لجلوكوز وأكسجين. محتاجين إن احنا بقى نديستريبيوت أو نوزع الكلام ده على بقية البلانت كله. هيبقى فيه أنواع تانية من التيوبس أو من الأنابيب اسمها فلويم تيشو. الفلويم تيشو بترانسبورت الفود produced by photosynthesis process from leaves to the rest of the plant. نروح لنمبر 4 وهي الإكسكريشن. الإكسكريشن هي عملية بيتم فيها الجسم إنه يجت ريد أو يتخلص من الويست برودكتس. يعني بقى فيه ويستس موجودة جوه الليفينج اورجانيزم بادي، وهو it must be eliminated from the body. لازم الويستس دي يخرجها بره الجسم. يبقى to define excretion, it is a process by which living organism get rid of harmful wastes produced resulting from vital processes. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الكربون دايوكسيد جاز. الكربون دايوكسيد جاز ده بنتخلص منه from which organ؟ from أو through lungs، من خلال التو lungs. طب وبيخرج بره الجسم ازاي؟ through exhaled air، بره الجسم، وبيبقى معاه كمان water vapor. تاني حاجة الجسم لازم يتخلص منها هي الإكسس ووتر اند سولت. يعني بيبقى فيه شوية مية زيادة وملح زيادة جوه الجسم، وجسمنا بيتخلص منهم من خلال السويت جلاندز اللي موجودة في السكن ثرو سويتنج. يعني لما بنعرق كده، العرق اللي بيخرج بره جسمنا ده عبارة عن شوية ملح وشوية مية زيادة بره الجسم، بيخرجوا من سبيشال اورجن موجود في السكن اسمه سويت جلاند. في بقى حاجة تالتة جسمنا بيبقى محتاج يتخلص منها اسمها يوريا. اليوريا دي جت منين؟ جت نتيجة الإيتنج بروتين، بس دي مش قصتنا النهاردة، مش هنقعد نتكلم في الموضوع ده. المهم إن احنا نعرف إن في مادة اتكونت جوه جسمنا نتيجة للبريكنج داون أوف فود، وكونت لي حاجة اسمها يوريا. اليوريا دي considered as a waste material، يعني من الحاجات اللي جسمنا لازم يتخلص منها. بيتخلص منها بقى من خلال التو كيدنيز. التو كيدنيز دول يا شباب عاملين زي الفلتر اللي موجودة جوه جسمنا. ربنا سبحانه وتعالى خلقهم علشان هي عاملة زي المصفى كده، طول الوقت الدم عمال يعدي عليها، وعمالة تعدي كل الحاجات اللي جسمنا عايز يتخلص منها وتخرجها بره الجسم. طبعا الكدني وهي بتعمل عملية الفلتريشن أو الفلترة اللي احنا بنقول عليها دي، بتخرج مع اليوريا اكسس ووتر واكسس سولت. يعني برضو بيخرج معاها مية وملح زيادة جوه جسمنا موجودين مع اليوريا، فبيتكون سائل كده اسمه يورين، وده اللي جسمنا بيتخلص منه through urination. طيب حتى هيجي يقول لي undigested food ده مش بيعتبر من الويست ماتيريالز؟ قال لي لا، الساينتستس او scientifically العلماء بيعتبروا الويست ماتيريالز لازم تكون عدت على السيل ودخلت جواها، فما نقدرش نقول ان undigested food اللي بيخرج بره جسمنا ده من الويست ماتيريالز. as a technological application عندي حاجة اسمها dialysis machine. الماشين دي بيستخدموها البيشنتس اللي عندهم مشكلة في الكدني أو عندهم حاجة اسمها كدني فيلير، يعني الكدني مش بتقدر تعمل أو مش بتقدر تبرفورم الفانكشن بتاعتها properly. فالدياليسيس ماشين دي بيحصل purifying للبلد from the toxins when the kidney stop working properly. بالنسبة بقى للإكسكريشن in plants، فالplants برضو بتجت ريد أو بتإليمينيت الإكسس ووتر فيبر and carbon dioxide through stomata اللي احنا قلنا عليها من شوية. زي ما هي بتبقى الأوبننجز دي بتساعد في دخول الأكسجين جاز عشان عملية الريسبريشن، هي برضو اللي بتقوم بعملية الإكسكريشن في البلانت. وطبعا الستوماتا دي open and closed by the help of guard cells على التو sides كده أو على الجنبين. في two guard cells هم دول المسؤولين عن الopening and closing stomata. الguard cells specialized cell control opening and closing stomata in plant leaves. آخر حاجة هنتكلم عليها في درس النهاردة هي الموفمنت وهي الحركة. هنتكلم الأول عن الموفمنت، وقلنا إن دي حاجة بتبقى مميزة للليفينج organisms that enable it to move from one place to another.
أول حاجة الموفمنت في اليوني سيلولر يوكاريوتس اللي جسمهم بيتكون من سيل واحدة بس. قلنا أساميهم في الفيديو اللي فات، أميبا وبراميسيوم ويوجلينا، لكن سبحان الله كل واحد فيهم بيتحرك بطريقة مختلفة. فمثلا الأميبا المينز اوف موفمنت عندها حاجة اسمها سودوبوديا. السودوبوديا دي معناها انها عندها فيك ليجز او فولس فيت، يعني الرجلين كده وكده، هي طبعا مش رجلين حقيقية، فبنسميها سودوبوديا. لكن البراميسيوم بيبقى حواليه كده سمول هيرز، زي يكون شعر صغنن خالص كده، هو ده اللي بيخليها تتحرك، وبيبقى اسمها سيليا. لكن اليوجلينا بيبقى عندها حاجة شبه الديل شوية كده اسمها فلاجيلم. الموفمنت بقى في المالتي سيلولر يوكاريوتس هنتكلم عن الموفمنت في اليومن والموفمنت في البلانت. فالموفمنت في اليومن عنده حاجة اسمها ماسكلوسكيليتال سيستم، اللي هو السيستم اللي بيتكون من ماسلز وبونز. يعني الماسلز عندنا فيكسد على البونز، والاتنين الحركة بتاعتهم او حركة الماسلز اللي متثبتة على البونز دي هي اللي مسؤولة عن الموفمنت اوف هيومن بودي. لكن البلانتس اصلا موفمنت ما بتغيرش البوزيشن بتاعها من مكان للتاني، لكن نقدر نوصف الحركة بتاعتها باشكال مختلفة، زي مثلا الجازينيا فلاور during day and night بنلاقيها بالنهار عاملة opening او مفتحة، لكن during night بتعمل closing، فده كده نوع من انواع الحركة. أو مثلا dropping and flooding up of mimosa plant leaves once we touch them، يعني أول ما بنلمس الورق بتاع البلانت ده بيبدأ يعمل folding، يعني بيبدأ يتطبق على بعضه وتنزل لتحت كده زي ما احنا شايفين، فده برضو يعتبر نوع من أنواع الحركة، لكن مش الحركة اللي احنا نقصد بيها يتحرك من مكان للتاني. وتالت حاجة بقى الموفمنت of sunflower to follow the movement of the sun، بتبدأ تحرك مكانها أو تدايركت الفلاور بتاعتها according to the position of the sun in the sky. كده الحمد لله خلصنا lesson 2 من unit 3. نتقابل بإذن الله في الدرس الأخير على خير.